لغز الأهرامات دوت لحد وقتنا هذا لغز محير العالم كله. ناس كتير بتقولك ازاي الأهرامات دي اتعملت، وازاي الحجارة دي بوزن 70 طن اتعمل، وازاي حطوا الكلام ده كله. وفي ناس تعتقد ان الأهرامات دي معمولة مجرد مقابر. لا، الأهرامات دي مش معمولة مجرد مقابر، الأهرامات دي معمولة انها توزن الأرض. دي أول حاجة. تاني حاجة كانت مصدر للطاقة الكهربية. تالت حاجة إن هي مظبوطة مع خط جرينتش، ومظبوطة مع خط الاستواء والكلام ده كله. يعني ازاي الفراعنة دول ناس متطورة جدا، وناس عاملين حاجات يعني سابقة وقتنا اللي احنا فيه ده. في حاجات عملوها لسه ما اكتشفناهاش. يعني الأهرامات دي لغز كبير محير العالم كله، وفي فراغات جوه الأهرامات، وفي غرف سرية لغاية دلوقتي ما اكتشفناهاش والكلام ده كله. ويعني وكمان في أبو الهول دوت يعني سر كبير في غرفة. بيقولك في غرفة جوه أبو الهول بتودي لمكان، يعني ايه، مدينة تحت الأرض. وكمان الأهرامات في بوابة عبر الزمن بتودي لعالم آخر لسه ما اكتشفناهاش، موجودة جوه الهرم الكبير اللي هو هرم خوفو. الأهرامات ديت يا معلم كان عاملينها زمان عشان مصدر الطاقة الكهربية بقى والكلام دوت. وكان في بوابات جواها بقى والكلام ده، وتواصل الفراعنة مع بعضهم. والاهرامات دي يعني ابو الهول، احنا عندنا اتنين ابو الهول. في ابو الهول اللي هو موجود عند الاهرامات، وفي ابو الهول تاني دوت اتدفن بعمر الزمن تحت نزلة السمان بالظبط. ونزلة السمان دي كلها اصلا مليانة اثارات، ولسه في حاجات ما اكتشفناهاش. وابو الهول ده معلم يعني بص كان جسم انسان ورأس اسد والكلام ده. علشان كده الاهرامات مهمة عند المصريين جامد جدا، وكل مهمة للعالم كله. وبالدليل ان كل فئة معينة في العالم تقول لك احنا اللي عملناها واحنا اللي سويناها، واتبنت اجدادنا اللي بنتها. الفراعنة هم اللي بنوا الاهرامات يا جدعان، والفراعنة مصريين 100%. مفيش اي اجتهادات من بره عملت الاهرامات نهائي. وعشان كده الاجانب بيحبوا يجي يعملوا حفلات عند الاهرامات الكلام دوت. يعني الاهرامات فيها بوابة زمنية. اسمع الكلام ده مني، الأهرامات فيها بوابة زمنية بتنقلك لعالم آخر، وترجعك للماضي وتوديك للمستقبل. ولسه البوابة دي ما اكتشفناهاش لحد وقتنا هذا، عشان في ممرات جوه الهرم الكبير ما ينفعش احنا اصلا نتجاوزها. يعني ايه ما ينفعش نتجاوزها؟ يعني ممرات ضيقة جدا ما ينفعش نعدي منها، لو دخلنا منها نموت. فاهمين يا جدعان؟ وإن شاء الله العلماء يوصلوا لحل اللغز بتاع الأهرامات وليه اتبنت أصلا وإيه البوابات اللي جوه، ونعرف. عشان بيقولك هيتم حكم العالم من مصر، وإن شاء الله المصريين هم اللي يحكموا العالم من داخل مصر. وهنا وصلنا لنهاية حلقتنا. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشتراك وانتظر كل جديد. كان معاكم محمود عابدين، السلام عليكم.